بسم الله الرحمن الرحيم. معكم امل الحديدي من دمياط. احنا النهارده يا جماعه مؤسسه منا الخيريه عامله يوم جبر خواطر، طبعا بمناسبه رمضان وبمناسبه اليوم اليتيم، وعامله احتفال النهارده بفطار جماعي في شط قادرون بدمياط الجديده. طبعا ده حاجه مشرفه جدا لاولادنا وحاجه يعني كويسه جدا. طبعا احنا دلوقتي معانا الدكتوره اسماء علوان، صاحبه مؤسسه منا الخيريه. دكتوره اسماء، السلام عليكم، كل سنه وحضرتك طيبه. النهارده على القناه الحياه الالكترونيه لايف، حضرتك عامله يوم النهارده اسمه جبر الخواطر. ممكن تكلمينا عليه؟ وطبعا اللي مؤسس اليوم ده مؤسسه منا الخيريه اللي حضرتك صاحبتها. اتفضلي يا دكتوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام وحضراتكم جميعا بألف خير. الحمد لله. والله انا قلت يعني نظرا لفتره الامتحانات ورمضان والوضع وكده، انا حبيت ان انا اجمع كم مناسبه في مناسبه واحده خاصه باولادنا. يعني من طبعا كل جمعه، كل اول جمعه في ابريل بيبقى عيد اليتيم، وطبعا احنا في رمضان وعندنا كساء عيد الفطر ان شاء الله. فانا قلت نجيبهم للكساء وللافطار، افطار جماعي. افطار جماعي ان شاء الله. وجبر خاطر برضه بمناسبه عيد اليتيم. طبعا انت مش عايزه كلام ولا عايزه، يعني انت صاحبه خير على طول، ويا رب دايما يجعلك في ميزانات حسناتك، وان شاء الله يوم جميل وسعيد كده بوجود كل الاطفال اللي انت مجمعاهم واهلهم، ويا رب يجعله في خواطر. والله يعني مش ربنا يا رب يجعله في ميزانات حسناتك يا رب العالمين. الله يخليك يا حبيبتي. شكرا، كنت بصحه وسلامه. شكرا.